بزاف ديال الناس كيمشيو في الزنقه وكيشوفوا شي واحد لابس مقطع وحالته ما هياش وكيهضر بواحد الطريقه ويمكن حتى كيبان كيضحك بوحدو. اول حاجه كتجي في عقلهم هذا غير مسطي، هذا ما فيه ما يتشاف. ولكن واش عمركم فكرتوا شكون كان هذا السيد من قبل؟ شنو عاش، شنو فقد، شنو خسر؟ بزاف من هاد الناس كانوا قبل ناس مزيانين خدامين ضاحكين عندهم عائله احلام كرامه، حتى جا المرض وخانتهم الظروف وجرحهم الزمان حتى كسرهم. هذا بابا كان واحد من بين هاد الناس، كان مريض بالجن، مرض ما كيعرف قساوته غير اللي عاشو، مرض خلاه يعيش عامين كامله غير في الزنقه وسط البرد وسط الجوع وسط عيون الناس اللي ما كترحمش. انا ما كنتش غير بنته، كنت حتى الراجل ديال الدار، كنت الدرع ديالو، كنت الحائط اللي كيحميه، الصوت اللي كيهضر في بلاصتو اللي ما يقدرش هو يهضر. كنت واقفه معاهم مستعده نتقاتل على خاطرو وما نخليش حد يهينو او يلمسو بكلمه خايبه. كنت كنشوف هاد العينين اللي كيبانو تعبانين، قلب كبير، انسان طيب، اب حنون ما يستاهلش القساوه اللي شافها. وبغيت نقول في هاد الفيديو راه ماشي غير على بابا، هاد الفيديو على كل واحد في الزنقه، على كل انسان مريض وكيبان مسطي في عيون ديال الناس. ما تحكموش، ما تجرحوش، ما تهينوش. هاد الناس راه عالم اخر ما كيعرف غير ربي، عندهم قصص لو سمعوها تبكي والدم. يمكن هنا كانوا البارح هما اللي كيعطيو الخبز وهما اللي يوقفوا معك في المواقف الصعبه. الرحمه هي اكبر عمل تقدر ديرو، وحسن الظن اجمل هديه تقدر تعطيها. اليوم بابا الحمد لله بخير، ولكن التجربه كانت كبيره بالنسبه لي، علمتني درس كبير. اي انسان في الشارع ورا منه قصه كبيره، ورا منه كرامه، ورا منه قلب خاصنا نحافظوا عليه قبل ما نجرحوه. وإلا صدفتوا شي واحد في حال بابا في شي نهار، عطيه نظره رحيمه، كلمه زوينه، ما تهينوش وما تجرحوش وما تدفعوش بعيد. راه كل واحد فينا يقدر يتقلب عليه الزمان في غمضة عين.